السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على معلومات شاملة على السلاحف المصري بكل استفاضة. في الفيديو هنتكلم على طولها وكمان وزنها وكمان طريقة رعايتها وكمان نحافظ عليها من الانقراض ازاي وكمان هنتكلم على لون الصدفة المختلف. طبعا احنا عندنا بندقة وعندنا زيزي. لو حضراتكم تشوفوا وتركزوا هتلاقوا ان صدفة بندقة مختلفة ولونها فاتح عن صدفة زيزي، برغم ان الاتنين نوعهم مصري. فاثناء الفيديو باذن الله هقول لكم ايه السبب، بس اتمنى من حضراتكم ان حضراتكم تكملوا معايا الفيديو من البداية للنهاية عشان كله يستفاد. وكمان بطلب من حضراتكم اللايك الحلو لو الفيديو عجبكم، كمان تعملوا جولة في القناة لو عجبتكم القناة، يا ريت تشتركوا وكمان تشيروا لاصدقائكم. اوكي، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم، ونذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان انا عندي سلحفتين مصري، اللي هي بندوقة العسولة الشقية دي شقية جدا ما شاء الله عليها، خدت عليا جدا وحبتنا جدا ما شاء الله عليها. وطبعا السلحفة لما بتاخد على صاحبها كده بتبقى حست بالأمان عنده وإن هي ما شاء الله مبسوطة. أما لو السلحفة داخلة جوه الصدفة بتاعتها تعرفوا إن السلحفة خايفة وحاسة بعدم الأمان. أما طول ما السلحفة بتتحرك وبتروح وتيجي كده تعرفوا إن السلحفة ما شاء الله عليها، يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان بندوقة وزيزي كانوا جايين لي عيانين، والحمد لله فضل من عند ربنا وكرمه ان انا ربنا جعلني سبب ان انا اشفيهم. طبعا بندوقة كانت جايه لي عندها ديدان والحمد لله رب العالمين عالجتها وخفت. وزيزي كانت جايه لي شبه بتحتضر، يعني كانت فعلا يعني بتحتضر، والحمد لله رب العالمين برضو ابتدت تاكل وتتحرك وكويسة جدا وما شاء الله. عندي بقالها سنتين اهو، وبندوقة ما شاء الله عليها برضو خدت علينا جدا. تمام. طبعا انا قبل ما اربي السلاحف المصري بصراحة كنت بسمع كتير شكاوي جدا من المتابعين بتوعي، وكانوا على طول بيشتكوا لي من السلاحف المصري ويقولوا لي السلاحف ما بتاكلش، شهيتها ضعيفة، السلاحف عيانة، السلاحف على طول داخلة جوه الصدفة وعلى طول رافضه الاكل، والسلحف ما بتشربش، حاجات كتير من ده. فبصراحه انا كنت اخده فكره عن السلاحف المصري ان هي فعلا ممله جدا في التربيه ومش لذيذه خالص. بس طبعا التجربه خير دليل. لا، السلاحف المصري لذيذه جدا وطعمه جدا، بس طبعا لازم نعرف نتعامل معاها كويس. تمام. طيب نتعامل معاها ازاي؟ طبعا السلاحف ذكية جدا على فكرة وبتفهم وبتحس وكل حاجة، يعني ما تفتكروهاش قالب طوب احنا بنتعامل معاها بنجيبها نرميها في حتة كرتونة ونقدم لها الاكل وخلاص على كده ونفضل حابسينها. لا، ما ينفعش خالص. السلاحف زي ما حضراتكم شايفين كده بندقة حركتها بسم الله ما شاء الله زيادة. هي زيزي هادية طول عمرها لان فعلا زيزي مرت يعني كانت جايه لي زي ما بقول لحضراتكم كده بتحتضر. اما بندقة كان ما شاء الله يعني مستر هشام كان مدلعها على الاخر ومدام نهى فعشان كده برضو هي جريئة. اما بندقة اما زيزي سوري كانوا بيلعبوا بيها وكانوا يعني فاكرينها لعبة مش كائن خالص. المهم نرجع لموضوعنا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان السلاحف عندنا 3 انواع سلاحف في مصر: سلكاتا، يوناني، مصري. اوكي، دول السلاحف البرية المشهورين عندنا جدا في مصر، بس احنا النهاردة هنتكلم على السلاحف المصري. تمام. طبعا السلاحف المصري حجمها بيبقى صغير، تعتبر اصغر آم، سلحفة برية في نص الكرة الأرضية الشمالية. أوكي. طبعا عند البلوغ طول الأنثى بيكون 10 سنتي، وعند الذكر بيكون 8 سنتي. طيب آخر الصدفة يعني بتوصل لقد إيه؟ يعني لما السلحفة بتكبر قوي بتكون طول صدفتها قد إيه؟ الأنثى ممكن توصل ل14 أو 15 سنتي، والذكر بيوصل ل10 سنتي.
اما وزن الانثى بقى هنشوفه عند البلوغ بيبقى وزنها من 300 ل 350 جرام. اوكي، هنا طبعا بندوقة قصدي زيزي عشان لسه صغنطوطة 220 جرام. اما هنا بسم الله ما شاء الله طبعا عشان بندوقة بلغت 343، يعني قربت توصل ل 350 لان هي بلغت. اوكي. طيب، وبالنسبة للذكر البالغ بيبقى وزنه قد ايه؟ من 160 ل 220 جرام. اما طول الذكر زي ما قلت لحضراتكم بيكون 10 سنتي. وكمان الذكر انا طبعا لسه ما جبتش ذكر لبندقة ولا لزيزي، ان شاء الله ربنا ييسر. انا بصراحة بدور لهم هنا عندي في البلد بس مش لاقية كتير، فلما انزل القاهرة ان شاء الله هبقى اجيب لها ذكر عشان هي خلاص بلغت ولازم يحصل ان شاء الله التزاوج. الذكر بقى بيبقى سبحان الله الديل بتاعه اطول، ان شاء الله اما اجيبه هعمل لكم فيديو. والصدفة بتاعته بتبقى اقل، يعني مش بتبقى عريضة زي الانثى. الانثى بتبقى الصدفة بتاعتها عريضة طبعا عشان بتحمل البيض. طبعا للأسف الشديد السلاحف المصري الوقتي مصنفة الآن على القائمة الحمراء كنوع معرض للخطر للغاية. هي طبعا انقرضت من مصر نتيجة تدمير بيئتها الطبيعية. وطبعا للأسف الشديد التجار اللي ما عندهمش ضمير اللي بيصطادوها وبيهربوها وبيبهدلوا فيها وبيحطوها فوق بعض في شكاير وبيرموها فوق بعض. ده طبعا كله بيؤدي الأمراض، والأمراض بتؤدي لموت والإهمال طبعا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على لون الصدفة. لون الصدفة المصري بيكون لون عجمي، يعني اللي هو بيبقى مايل للذهبي الباهت او البني المسود او الاصفر الخفيف. وطبعا لون الصدفة بيساعدها على تجنبها حرارة الشمس الشديدة في الصحراء، وكمان بيوفر لها قدر من التمويه في بيئتها الطبيعية، يعني بتختفي بسهولة من أعدائها. يعني لو السلحفة لونها أصفر لون الصحراء أو لون الرملة بتقدر بسهولة إن هي تدفن نفسها في الرملة، فبالتالي بتبقى لونها لون الرملة، فالأعداء ما بيشوفوهاش بسهولة. يعني بصورة عامة كده ان الوان الصدفة بتتناسب مع المنطقة الجغرافية اللي بتعيش فيها السلحفة الصحراوي او المصري. فمثلا في المناطق الصحراوية بتكون الوانها فاتحة زي ما قلت لحضراتكم كده عشان تقدر تتحمل اشعة الشمس زي صدفة بندقة. اما في المناطق الاقل حرارة مثل الجبل الاخضر شرق ليبيا بيكون فيه غطاء نباتي يعني ما شاء الله كبير، فده بيكون لون الصدفة كاتم او غامق زي لون صدفة زيزي بيبقى فيها الحاجات السوداء دي. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ربنا ليه حكمة في كل شيء، حتى لون الصدفة عشان تقدر تتحمل إشعة الشمس، عشان تقدر تخبي نفسها من الأعداء ومن الصيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب نيجي بقى للموضوع ازاي نهتم بالسلحفة. طبعا السلاحف زي ما قلت لحضراتكم كائنات ذكية وحساسة، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها ان هي قالب طوب ونجيبها ونحطها للأولاد. عندنا أولاد نجيبها لهم هدية يلعبوا بيها. طبعا كلنا بنحب نربي حيوانات في بيتنا سواء قطط او كلاب او سلاحف او طيور على حسب هواية كل واحد، بس ما ينفعش خالص ان احنا نجيب سلحفة ونديها لاولادنا ونقول لهم العبوا بيها ويفضلوا يشيلوا ويحطوا فيها، هتفضل داخلة في الصدفة زي بندقة كده. هي طبعا بندقة كانت لسه داخلة في الصدفة بقى عايزة تنام وكده يعني. فلو احنا جايبين سلحفة مصري او يوناني او سلكاتة لازم نوفر لهم بيئة مناسبة. ممنوع الشيل والحط فيهم عشان نحسسهم بالامان. كمان لازم نوفر لهم مخبأ، لان المخبأ بالنسبة للسلحفة امان. بتقدر تستخبى فيه من اشعة الشمس او حتى من الأمطار أو من الهواء أو يعني المخبأ بجد مهم جدا للسلحفة. كمان لازم نوفر لها أكل فريش، أكل طازة. ما ينفعش إن احنا نقدم للسلاحف أكل مطبوخ خالص، لازم خضروات فريش
وما ينفعش الأكل يكون دبلان ونسيبه قدام السلحفة ونقول هي مش جاي لها نفس تاكل دلوقتي، بعد كده هتاكل. لا، الخضار بيدبل بسرعة ومش سهل جدا ان السلحفة تاكله وهو دبلان ويعمل لها امراض. لا، انا في الحالة دي انصحكم ان انتوا ما تاكلوش السلحفة احسن. يعني لو السلحفة قعدت يوم من غير ما تاكل مش هتعي. اما لو كلت اكل بايت او اكل دبلان او اكل فاسد هينقل لها امراض، وده اكيد جدا هيمرضها. وكمان المرض بيبقى علاجه صعب جدا، وممكن نفقد السلحفة بتاعتنا عشان حاجات بسيطة. فنصيحة مني شخصيا، لازم نقدم للسلاحف خضار فريش. وطبعا الخضار مش غالي خالص، الخس ملو السوق والخيار والكوسة والجزر والنعناع بسم الله ما شاء الله، الشتاء كله خير وكمان مش غالي خالص. فانصحكم ان انتوا تاكلوهم اكل فريش، بلاش الاكل البايت، بلاش الاكل الفاسد. كمان انصحكم بتقديم المية. طبعا السلاحف الصحراوي زيها زي اليوناني زي السلكاتة كله بيشرب مية، عشان في كتير بيفتكروا ان السلاحف المصري ما بتشربش مية عشان هي عايشة في الصحراء. لا طبعا الكلام ده غلط، ومعلومات خطأ بتاخدوها من التجار غلط جدا. فنصيحة ان السلاحف برضو بتشرب مية، لازم نوفر لها طبق للمية. يا اما زي ما انا بعمل بحط لهم مية على الاكل، يا اما توفر لهم طبق في البيت بتاعهم وتغيروه باستمرار، عشان لو حسيتوه مش نظيف تغيروه باستمرار. ده كان فيديو سريع. واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد.